السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل والهنا والسعادة والخير والرزق على عيونكم جميعا يا رب. فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله بإذن الله. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك، ولو مش اول مرة تشوفوني كملوا معايا الفيديو للاخر. طبعا احنا تعبنا قوي في الفيديوهات اللي فاتت، عملنا كل التنظيفات العميقة، خلصنا خلاص الحمد لله البيت كله. وهنا احنا كنا بدأنا اول يوم في ايام العشرة من ذي الحجة. كل سنة وانتوا يا رب بألف خير، وربنا ان شاء الله بإذن الله يجمعنا على عرفات السنة الجاية. ألف مبروك للناس اللي ربنا كتب لها الحج، وان شاء الله بإذن الله ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب، ويكتبها لكل مشتاق. نبدأ يومنا كده ان شاء الله بإذن الله بالصلاة الواحد يروق كده باله. فبدأنا بالصلاة، وبعد كده كنت حاطة خاتم التسبيح جنبي، قلت اخد فرصتي كده في اليوم علشان يومي كده يبقى بادئ براحة وبذكر كده وبهدوء وطمأنينة. فبدأت بورد الأذكار بتاعي، وبعد كده دخلت الكولمن. ما مش بملاه للآخر، بملاه فيه حبة كده وبحط ازازة التلج علشان يطلع لي مية متلجة قوي، يعني ما بحبش احط مية كتير. وسبته كده، وبعد كده دخلت اعمل كوبايتين نسكافيه، وزي ما انتم شايفين الميه ما شاء الله طالعه مشبره لانها مش كتيره. عملت كوبايتين نسكافيه، قلت كده الواحد يركز ويروق كده اول اليوم، وبعد كده ان شاء الله باذن الله ندخل نعمل فطار مع بعض. عايزه اقول لكم المج ده ما شاء الله جميل قوي، عجبني يعني. فهو مش غالي، يعني انا كنت جايباه ب1 20، هو مش غالي خالص. دخلت كده اعمل فطار، كان عندي الحاجات دي فما كنتش عارفه بصراحه اعمل ايه، فقلت اعمل قرص بيض كده بزيت الزيتون، ادي منه الخديجه. ده كنت جهزت الفطار، حطيت التركي على الجبنه الشيدر والبيض. ما شاء الله الاكل كان لذيذ. مش بحط الكابوتشا غير بعد ما بطلعه من الفرن، لان الكابوتشا بتتسلق بيبقى طعمها وحش قوي، فبتتحط بعد ما بطلع الساندوتش. هنا كده كنت جبت كيس شيبسي بقى، وقلت اقعد افطر كده في المكان المفضل بصراحه. بحب اقعد على الكرسي ده كده، ما شاء الله كبير ومريح. فقلت كده اشرب كوبايه ميه، وبعد كده بقى اشوف انا هعمل ايه. فبما ان احنا منضفين تنظيفات عميقه وانا مش هشيل كفرات ولا اي حاجه، فعندي بوكس الانقاذ السريع ده فيه البليدج وفيه الجلانس ومنظف المفروشات ده، وبحط فيه 3 4 فوط كده، وبشوف انا هبدأ اعمل ايه. هو شكل المكان نظيف، لكن المحتوى يعني مش نظيف خالص. السجادة فيها فتافيت اكل كبيرة قوي، مكان خديجة وكتيرة، وطبعا الالعاب عايزة تتلم، والكنبة اللي هي قدام التلفزيون دي مبصمة مكان ايديها. فقلت لا. وحتى شايفين الطبق بتاعها حتى كمان فوق الكنبة كنت بعد عنها لانها بتلحوس فيه. فبدأت كده شلت السفرة، وبدأت ارش بليدج كده والمعها. فقلت هلمعها كده تلميعه سريعه، وهبدا يعني انا بعمل الحاجه وبرجع افرشها تاني. يعني دلوقتي هنضف السفره، هرجع افرشها على طول. بعد كده هروح الكنبه، هبدا احط على الاماكن اللي فيها بقع. هي الفوطه بتاع اللي بستخدمها بتبقى منديه ميه كده، وببدا احط عليها منظف المفروشات دوت كده حبة حبة كده. فبحط هنا، وبعد كده ببدأ بالفوطة المندية على طول امسح واروح للاماكن التانية المبصمة. هو الجزء بتاع الشلتة ده بيتشال، يعني ليه سوستة وكده. فان شاء الله باذن الله هغسلهم كده في مرة في دورة بسرعة قبل العيد، لان طبعا هي مش هتستحمل معانا لحد العيد، مش هتصمد يعني. فما شاء الله مريحني كويس قوي. انا كنت جايباه تقريبا من ماي واي، بستخدمه من ساعة ما اتجوزت. بدأت كده الترابيزة اللي جنب الكنبة بدأت ألمعها، لان دي طبعا برضو وقفتها كلها عليها مع الكنبة، فبرضو بتتبهدل منها على طول. بدأت امسح البوفيه كده من بره. طبعا هو في جزء خشب وجزء ازاز، بدأت امسح الازاز كده بالجلانس، بلمعه من بره ومن جوه، وهفضي البوفيه من فوق كده. وهبدأ بقى ان انا المعه برضو، اديله تلميع، لان شايفين الجزء القريب من الشباك ده التراب بيتكون عليه بسرعة قوي يعني، علشان الشباك دايما طبعا مفتوح، ما بقدرش اقفله في الحر خالص. بعد كده كنت خلصت كل حاجة تتلمع فوق، وبدأت كده ان انا امشي بالمكنسة على الكفر، اشفط الحاجة الموجودة. والارض هعملها يعني السيراميك الباين بعمله بالشرشوبة كده، وسنة كلوريكس الوان صغيرة خالص كده علشان ما ترجليش منه. فكده كنت بلملم لملمه سريعه، لان الحمد لله الشقه كلها نظيفه، هو بس الريسبشن عشان قعدتنا كلها فيها.
والسراير بس بظبطها وخلاص. وكده كنت خلاص الحمد لله خلصت الريسبشن وترويق اليوم كله بامانه، لان هو انا ما كانش عندي حاجه تتعمل غير الريسبشن بس. خلصت كده، وزي ما بوريكم فرشت حتى المشايات وخلصت كل حاجة. وزي ما انتوا شايفين كده الانتريه بياخد وقته شوية عقبال ما بينشف، فبحب اعمله قبل ما اعمل اي حاجة. طبعا كان الجو يعني ما اقولكوش حر قوي، ربنا يا رب يعني يجرنا من النار وعذابها. فقلت بقى ادخل اخد الشاور الجميل بتاعي. فدخلت كده اخد الشاور بتاعي. انا عايزه اقول لكم الشاور جيل ده ما شاء الله طلع تحفه. وجهزت بيجامتي كده، وطبعا الحاجات بتاعتنا المرطب بتاع بشرتي ومزيل العرق وميست ريحته خفيفه، والهير ميست ده تحفه ما اقولكوش. البرفيوم بتاع الشعر ده جميل قوي. فدخلت كده اعمل الغدا بتاعنا النهارده رز بالخضار خفيف وسريع قوي. بحط السمنه وبحط حته بصله صغيره، انا بكون طبعا فرمه البصل مجهزه تجهيزات الشهر، فباخد حته صغيره مع البسله والجزر بقلبهم شويه، وبعد كده بنزل الرز اديله تشويحه، وبعد كده انزل عليه بميه من الكاتل مغليه عادي، واحط مرق دجاج وملح وكمون. وهنا كده كان عندي بانيه، فبصراحه ما كنتش عايزه يعني اقلي بانيه خالص، فشويته كده في زيت زيتون بديله لون كويس، وبعد كده بسيبه يستوي. وهنا كده كان الغدا بتاعنا جاهز. طبعا انا كان ناقصني حاجات كتير، وكان في جزارة جديدة هنا كده فتحت، فجارتي كانت جابت لي نص لحمة مفرومة يعني اليوم اللي قبلها، وهي جربتها فقالت لي ان هي كويسه. فانا دلوقتي هوريكم الحاجات اللي نزلت اشتريتها. نزلت جبت منهم بفتيك كده وسجق، فما شاء الله كان جميل. والنص المفروم اللي هي كانت جايبولي من اليوم اللي قبله هو اهو لسه ما استخدمتهوش، هشوف كده اعصجه او نعمله مع بعض ان شاء الله. واشتريت فاكهه كده، جبت عنب وخوخ. وكان كده الحمد لله اليوم بتاعي طبعا خلص. لقيت طبعا الصينيه الصغيره دي عجبتني فجبتها، ما اقدرش انزل اشتري حاجه من غير ما اشتري حاجه للبيت. وعملت بقى عصير ليمون بالنعناع كده، وكان الحمد لله يومنا كده خلص، كان خفيف ولطيف. دمتم في رعايه الله، ربنا يا رب يحفظكم ويطرح البركه يا رب والسعاده في بيوتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.